السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير في احسن حال. الفيديو قصير، الفيديو طويل، هسيب لكم الرابط بتاعه. اتفرجوا عليه لانه فعلا ان شاء الله باذن الله هيبقى في فيديو مريح نفسيا لناس كتير. انا واثقه ان هي اليومين دول مش مرتاحه نفسيا خالص. امبارح مصر كلها صحت على خبر حزين وهو انتحار السيده اسكندريه. تمام. الفيديو انا من الناس اللي كنت ضد، اول ما شفته ضد ان هو الناس تنشره ويبدا كل الناس تشوفه. ليه؟ لان في ناس كتير بتمر بازمات نفسيه، تمام، وناس كتير عندها مشاكل، وناس كتير الفكره دي جت في بالها. فلما تشوف ان في ناس بتعمل كده والدنيا عادي اهي تمام، في ناس ممكن تلجا للفكره ديت. تمام. فكل اللي هنقدر نقوله ان احنا هنترحم عليها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عن سيئاتها ويعوضها خير عن اللي شافته في الدنيا. تمام. ويحفظ بناتها يا رب ويتولاهم برحمته ويصبرهم على الابتلاء اللي هم فيه. طبعا حلال حرام في الحمد لله شيوخ كتير وناس كتير طلعوا اتكلموا في الموضوع ده، فده مش هيكون مجالنا. وبحيي كل حد طلع وترحم عليها وتعاطف معاها، بس في نفس الوقت بين خطورة الانتحار وحرمانيته وجزاؤه عند ربنا، مش عشان اللي فات، علشان اللي جاي، عشان الناس اللي بتفكر تقدم على الخطوة دي تخاف وتخلي بالها. تمام. طيب احنا بقى ده هيكون موضوع يعني الفيديو اللي قبل ده على طول سبحان الله انا كنت بكلمكم فيه عن المشاكل النفسيه، وان العلاج النفسي مهم جدا زيه زي العلاج الجسدي. ده كان قبل الحادثه بكام ساعه كنت منزلاه، وبالتالي ده هيكون بقى موضوع حلقتنا الفتره اللي جايه. ازاي نحمي نفسنا من فكره زي دي، ازاي نعيش حياتنا نكون سعداء ونكون ناجحين ونكون ايجابيين في حياتنا. تمام. ازاي نتعامل مع اي ابتلاء بغض النظر عن شكله وحجمه. ازاي نربي اولادنا ان هما مهما كبروا مهما قابلوا من ضغوطات في الحياه ما يفكروش اصلا في الفكره دي. تمام. اتكلمنا عن علاقه الانسان بربنا، ودايما كنت بقولها لكم اسمعوا الفيديو وهتعرفوا ليه علاقه الانسان بربنا مهمه جدا، خصوصا في الحاله اللي بيوصل فيها الانسان للمرحله دي. تمام. بعد كده هنتكلم عن الناس المحيطه اللي حواليه، والناس اللي منهم بيكون هو ابتلاء فوق الابتلاء، وازاي نتعامل معاهم. تمام. وهنتكلم عن الناس الايجابيه والناس السلبيه، ابعدوا عن الناس السلبيه خالص وقربوا دايما وحاطوا نفسكم بناس ايجابيين. تمام. اسمعوا الفيديو ان شاء الله باذن الله هيكون مريح نفسيا جدا ليكم. لو على اليوتيوب هتلاقوا رابط ما بينه، لو على الفيسبوك هسيب لكم اللينك بتاعه. ما تنسوش تصلوا على النبي وانتظروا الحلقات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.